وهنا رجعت من الشغل تعبان ومتكسر ما بي حيل واحس روحي جوعان كلش. خل نروح اتعشى. صدق نسيت ما سلمت عليكم. اهلا، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله بالف خير. وطبعا هنا أنا جالي العشاء كباب وبوتيتي وطرشي وطماطة وخضرة، وهنا اللبن اهم شي، اللبن ما نسيناه. هنا جاي اصب لي لبن، يا رب ما يطشر بالقاع لان اذا طشر متخليني اغسل السجاد كلها. صبت لبن والحمد لله والشكر ما طشر. هنا أنا الحمد لله والشكر خلصت وهسه جاي اشرب اللبن. اي الحمد لله والشكر تم تعبئة الكرش بنجاح. هنا أنا مطليت، قلت هسه أنا شو اسوي؟ قلت خليني اقرا. هذا الكتاب موجود يمي، كتاب اسمه فن اللامبالاة، طبعا كتاب كلش راقي. أجمل ما قرأت هذا اليوم: الرغبة في التجارب الإيجابية تجربة سلبية، وقبول التجارب السلبية تجربة إيجابية. يعني كلما كنت شديد الرغبة في أن تكون ثريا كلما شعرت بأنك فقير لا قيمة له، وكلما ازدادت رغبتك في أن تكوني جذابة مثيرة مرغوبة كلما صرت ترين نفسك أكثر بشاعة. يعني الاهتمام الزائد بالأشياء يعتبر في رأي الكاتب مرض نفسي يجب التخلص منه ليعيش حياة سعيدة ورائعة. هذا مو معناها ما نهتم بأي شيء، لا، بس علينا نهتم بالأشياء اللي إلها قيمة في حياتنا الخاصة، هذا كل شيء. يا جاي يخبرون علي، قلت خلينا نشوفه منو هذا صاحبي، شو يريد؟ الو شو تريد؟ كان يقول لي تعال اليوم انا عازمك. طبعا انا ما صدقت، يعني اول مره عازمني وين ما يقبل يحكي. قلت يلا شمر الكتاب خلنا نروح لك، استعجل بسرعه قبل لا يغير رايه. امشي افلت. وهنا طلعت انا اشوف ذاك واقف لي، قلت يلا جاي لك اول تالي ايش تسوي تعزمني، خلنا نلحق عليك قبل لا تغير رايك. كان اسلم عليه ونبي نروح انا وياه، خلنا نشوف والله وين عازمني. اقول له وين ما يقبل يحكي، قلت له يلا امشينا. وكان يطلع عازمنا على ازبري طبيعي بس شيني بشده. وهنا خلصت بس حرامات ما كان بدي تخلص. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك سوي له لايك ولا تنسى تتابعني حتى تصلك جميع فيديوهاتي. تحياتي لكم، أخوكم كرار الأسمراني.